علاقتنا بالأكل، والأكل بيخلينا نفكر إحساسنا بعد الأكل، هل الطعام فعلا داء أم دواء؟ إحساسنا بعد الأكل إن إحنا بخمول وكسل ونوم، ولا إحساسنا بعد الأكل بحيوية ونشاط على الرغم إن الأكل مصدر أساسي لغذاء وحيوية نشاط الإنسان؟ يوم بعد يوم بنشوف في عصرنا ده كمية أمراض كتيرة وأعراض، سواء من التعب والإجهاد والأمراض اللي إحنا بنسمع عنها أكتر كل يوم بتزيد. بنفكر هنا في جيناتنا، لكن الحقيقة إن أبوقراط كان دايما بيقول إن النجع للغذاء هو الدواء والدواء هو الغذاء، وكان بيشوف ان المرض هو ناتج من عوامل كتيرة، منها العوامل البيئية والنظام الغذائي وعاداتنا واسلوبنا في حياتنا. كمان رسولنا عليه الصلاة والسلام أكد ده من سنين كتيرة قوي في حديثه عن الطعام، وان اكتر حاجة ممكن تفيد الانسان او تضره هي معدته. فدايما الاكل وعلاقتنا بيه سبب اساسي لاحساسنا بالخمول والتعب وقلة التركيز واعراض كتير، او ان احنا نحس بالعكس تماما. عشان كده محتاجين ان احنا نسمع جسمنا بيقول لنا ايه، ويمكن ده عرضناه في الاستبيان اللي شفناه قبل كده. هل احنا حاسين دايما بتعبانين دايما بعد الاكل؟ هل حاسين باعراض كتير مش عارفين ليها سبب بناكل، بل بالعكس بنحس بخمول وتعب؟ ولا حاسين بالحيوية والنشاط والتركيز؟ عشان كده احنا محتاجين تاني نفهم رحلتنا، ومحتاجين تاني نفهم ايه سبب تعبنا وعلاقتنا بالاكل شكلها عامل ازاي، وفعلا نشوف ده بنفسنا. اشوفكم على خير. باي باي.